شكرا للزميل تركي جديد، والشكر موصول كذلك لضيوفك الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، مساءكم سعيد واهلا وسهلا بكم من جديد عبر قنوات الSSC ومنصة الشاهد في الليلة الختامية لمونديال الأندية، لا بل في النسخة الأخيرة بهذا النظام. أكيد الليلة الفيفا ستودع هذا النظام، وأكيد ستكتب تاريخا بدأ في عام 2000 وسينطلق وسيمتد بتاريخ جديد سيبدأ منذ العام القادم. مونديال رقم رقم 11. هكذا هي الاسماء للفريق الياباني. جماهير فريق أوراواريتس، هذه الجماهير النقل الهجوم، هذه خطيرة تسوكيتو، عرضية والدفاع يتدخل. برافو ياسر ابراهيم اللي ممكن خطيرة، لابد للحذر في البدايات، لابد بالانديه الاسيويه. الكره تصل الى حسين الشحات وحتى من يخلص له امام عاشور، شوت ركله جزاء. الحكم ماذا هناك؟ ما فيش كلام من الامريكيه، ما فيش كلام من توري بينسو، ما فيش صافي. وكذلك كاترين نيس في المتناول في الشوط الاول بعد الفرص الكبيره. خطا من الدفاع ومن الحارس محمد الجناوي. ركنيه اولى في المباراه ليمكي ساكاي، كان غايب في مباراة مانشستر سيتي. هذه العرضية وهذه التسديدة من كانتي لكن فوق المرمى تضيع. هذا وكانتي هدافهم، عنده 8 أهداف في الدوري الياباني كسليم، لكن هنا بيرسيتاو ملك الياباني اللي كان يريد أن يبدأ الأهلي. بينما الكرة محمد هاني، عرضية والدفاع الياباني موجود. الدفاع يحاول من جديد لكن الدفاع موجود. خطيرة جدا، امام عاشور كنترول، فرصة لكن الدفاع والحارس مش ممكن. الراية كانت مرفوعة في لقطة الماضية كبيرة جدا لمحمد أبو تريكة. ممتاز على اليسار، علي معلول، أرضية والدفاع والقائم مش ممكن. كرة خطيرة من محمد هاني قوية في المرمى. الله، ياسر إبراهيم يتقدم للنادي الأهلي بعد صاروخ محمد هاني. 1-0 لكبير الماما أفريقيا، 1-0 لبطل افريقيا. فيك حاول ان يمر بينيه في العمق لكن التدخل مع عطيه. مروان، كره طويله محمود كهرباء، حسين ممكن يمر، يتقدم بالكره، قنطره صغيره بين القدمين لكن الجديد بالشعر الاحمر الاشقر. بينيه الى كهرباء يلتحق بها لا، لكن العوده ليس لواقع. اخطاء دفاعيه كارثيه. بيرسيتاو يا ولد 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 يا ولد، بيرسيتاو واحلى الهدايا للنادي الاهلي. بيرسيتاو يجيب واقترب وفعل كل شيء، لكن الليله اللي ممكن يمتاز بها النادي الاهلي. برافو امام عاشور. ظل أوراواريتس لابد ان نقدرها. حسين الشحات ترك لكهرباء. بيرسيتاو محمد هاني على اليمين لكن التغطيه تاتي من كيوزومي، تصل الى علي معلول، هذه بالراس. وين راح يا كهرباء؟ وين رايح؟ كهرباء في اللقطة الماضية رفع يده من جديد، فيها محاولة عرضية بعيدة بهدفين مقابل هدف لمصلحة النادي الأهلي. شوف الكرة كيف تتحرك. بيرسيتاو يلتحق به بشكل ممتاز لكن الشناوي كان الأقرب. الشناوي إلى رمية تماس. محمد هيروكي ساكاي نهاية 2019 والذي خسروه. بينما الكرة خطيرة إلى محمد هاني، يخرج له كهرباء، ممكن تكون صعبة بالراس. المتابعة خطير على الطاير يا كانتي يقلص الفارق للفريق الياباني. أوراواريتس ديامونتس في كرة وفي فرصة وفي خطورة كانت قادمة على اليمين. وصلت من جديد. هنا الكرة تعود لمصلحة إلى إمام عاشور. إمام عاشور يبحث عن الحلول. تعال النادي الأهلي. إمام عاشور يحاول سيكين يمر، يلعب الأرضية خطيرة، هم يفسخها الشناوي. الثاني لفريق أوراواريتس. الفريق الياباني عن طريق شولز يسجل الهدف الثاني ويعدل النتيجة. يا لا من مباراة، يا لا من مباراة ويا لا من أجواء. الفار يحكم بأحكام لاعبين الصغار الشباب اللي يلعبون هناك يعود في النادي الياباني من جديد بعد تبديلات المدرب السيد سكورسا. صافرة هنا واخرى الى النرويجي هو برايتن اللي اللاعبين الاهلاويه في دفاعات النادي الاهلي. بينما الكره تلعب الى الجهه اليسرى، سيدخل اللاعبان كريم فؤاد 28 خطيره ملعوبه للفريق الياباني. عوده معلول لمن؟ كره علي معلول قويه. الله، الثالث للنادي الاهلي، واحد من عظماء كرة القدم في العالم. نعم يا سادة، تحس انها نهاية. الكل
الكل يريد أن أخرى. الرأسية هذه المرة من محمد طاهر، والخطأ لمصلحة كريم فؤاد. تعود من جديد، وصلت الى الجهه اليمنى كيوسومي الفريق الياباني مع انطلاق الهجوم هذه المره. ثاني رجع ياسر ابراهيم، كملها في المرمى. الله، لا 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 لا، خلصوها الاهلي. لا لا لا، هذه المره من كريم فؤاد، ضغط على شولز، يرفع الكره على العرضيه الراسيه، لكن الشناوي. تعود من جديد، هنا البينيه بعيده لكن تذهب مباشره الى خارج ارضيه الملعب لتبقى ركله مرمى لمره 1-2. تسديده قويه لكن في مروان عطيه، محمد هاني عرضيه، والحارس الياباني نيشيكاوا في المكان السليم. ركله جزاء، ركله جزاء، الكره القادمه. لا 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 لا، كرة ملعوبة على اليمين، ركلة جزاء. لا، الحكم يقول خطأ قريب جدا من منطقة الجوج. معلول في اتجاه المرمى، خطيرة. الله